ماجد؟ ايه يا نوال؟ مش هتسلمي على مراتي زهرة؟ انت رجعت لك الذاكرة؟ ياه على بجاحتك. وليكي عينتك لحد هنا كمان. لا ما تسيبنيش يا ماجد، لا لا ما تسيبنيش. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه مالك يا نوال؟ مالك يا حبيبتي؟ انت اكيد بتحلمي. ده كان كابوس مش حلم. طب ريحي، اجيب لك كوبايه ميه؟ لا مش عايزة، أنا بقيت كويسة. ما تسيبنيش يا ماجد، ما تسيبنيش مهما حصل. مش هسيبك طبعا يا حبيبتي، ما تخافيش. نامي. اهلا 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 ابو اليسرى حبيبي. ازيك يا حبيبي؟ وحشتني قوي 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 قوي. ازيك يا حبيبي؟ الله. انت هتسيبه معايا قد ايه؟ لا انا مش هقدر اسيبه يا حاج، بس انا امه قالت لي الزق جنبكم يعني. طب انده لي السكرتير بتاعي. نعم. لو سمحت يعني. ازيك يا حبيبي؟ انت يا عم انت تعالى كلم. أؤمر يا حاج. حجاج، عايزك تنزل السوق تجيب لي احلى واجمل شوكولاته في السوق. من عينيا يا حاج. واعمل قهوه للباشمهندس، ولا تحب اجيب لك شوكولاته؟ شوكولاته؟ لا يدوم العز يا حاج. روح انت يا حجاج، بس ما تعوقش. حالا يا حاج. بقول لك ايه، ولع اللمبه الحمراء عشان ما حدش يخش علينا، واذا كان في حد عايز يقابلني قول له مفيش مقابلات النهارده. من عينيا يا حاج. يا حبيبي يا حبيبي. بتقعد يا باشمهندس واقف ليه؟ استني يمكن يكون في اوامر تاني ولا حاجه. وحشني ابو اليسر وحشني. لا مؤاخذة يا شريف بيه، الحاج مش هيقدر يقابل حد النهارده، نأجل بقى الميعاد لبكره. عليكم السلام. ايه صباح الخير يا حجاج؟ صباح الخير يا استاذ منتصر. ايه الحاج منور اللمبه الحمراء يعني، كنتش عنده مزه ولا حاجه؟ عنده مزة عندها 3 سنين، بس بقى ولد مش بنت. يعني ايه؟ انا مش فاهم حاجه. ابنه جاي يزوره ومنبه عليا محدش يدخل عليه غير بعد الزياره ما تنتهي. طب انت رايح فين؟ رايح اجيب لي الواد شوكولاته. ايه اجيب لك معايا انت كمان؟ يحصلك شوكولاته؟ بألف هنا وشفا. ايه رأيك بقى؟ انا كل يوم هبعت لك منها، ولا اقول لك كل يوم هبعت لك صندوق. انا ليا بركه غير ابو اليسر حبيبي. انا عايز افهم مين ابو اليسر ده. ابني ده اللي في حضني. مش الواد ده اسمه ماجد يا حاج؟ ماجد ايه بس يا باشمهندس؟ الله سامحها بقى، زهره راحت من ورايا سميته على اسم الواد اللي كانت متجوزاه قبل كده الله يرحمه. طب بذمتك يا باشمهندس، لو انت متجوز وخلفت ولد ترضى ان مراتك تسميه باسم جوزها اللي قبلك؟ انا لا مرضاش طبعا. طب لعلمك يا حاج، انا مراتي حامل والدكتور قال ان هو ولد، تفتكر مثلا انا ممكن اسميه الحاج فرج؟ شفت بقى؟ هي دي الاصول. وانت ازاي يا حاج تسكت على حاجه زي دي؟ ومين قال لك اني هسكت؟ انا مستني بس احقق اللي في دماغي. بعدين ابني اللي في حضني ده هسميها ابو اليسر على اسم ابويا الله يرحمه. هي مش عندها واد من جوزها اللي قبليك؟ الله، طب ما تسميه على اسمه. رايحه تسميه اسم تاني وتسمي ابني اللي من صلبي على اسم المرحوم؟ ده حتى فال وحش على الواد. لا في دي عندك حق يا حاج، وبعدين انت ابوه يعني لازم تسميه الاسم اللي يكيفك. عشان كده يا باشمهندس بقى انا متكل على الله وعليك. عايزك كده بلباقتك تكلمها في الموضوع ده وتقنعها، احسن ودين النبي هتربق الدنيا على دماغها، هعمل اعمال مش كويسه. لا يا حاج ملوش لزوم، انا هكلمها من عينيا الاثنين. حاضر. وعارف بقى لو فلحت في الموضوع ده وجبت نتيجه هديلك عرقك. عرق ايه؟ ايوه، هديلك مكافاه بقى تمنجهك على الاخر. وبعدين بقى في العطله دي احنا عندنا شغل مهم قوي المفروض ان احنا نتكلم فيه. مش هيكون اهم عند الحاج من ابنه. عارف يا سي حجاج اخويا، ما هو الواد ده لو كان طلع بنت ما كانش الحاج سأل فيه. طبعا يا استاذ منتصر، انت ولي العهد وبكره يبقى صاحب الامبراطوريه دي كلها. وهي امه خدت له ولا خدت لنفسها شويه؟ طب ضمني ورثت الحاج بالحياه. اهلا، ازيك يا استاذ منتصر؟ اهلا، ازيك يا باشمهندس؟ ازيك يا عسل؟ بس وبعدين مش بتاعنا ده. يلا يا اختي يلا يلا.
مع السلامه يا فريد بيه. منتصر، تعال عاوزك. سلام يا منتصر. لو الواد المهندس ده يصدق ويلين دماغ زهرة ويخليها تغير اسم الواد. شوف يا حاج، ما دام انت قلبته في الكلام وقالك انه مستعد يخدم، يبقى احنا كمان ممكن نستفيد منه في حاجات تانية كتير. حاجات زي ايه يعني؟ يعني يا حاج، حاجات عدم مؤاخذة يعني تغنيك عن القواضي والمحاكم ووجع الدماغ ده. دي ايه حكايتك يا منتصر؟ انت غاوي تشحتفني في الكلام؟ ما تقول اللي عندك مرة واحدة. شوف يا حاج، الواد الباشمهندس ده ممكن القرش يحركه ويجيبه لغاية عندك. أهم حاجة يا حاج إنك أنت تقنعه إن مفيش فايدة، وإن زهرة عدم مؤاخذة أنا آسف، قصدي الحاجة زهرة يعني راجعة لك، وإن أحسن حاجة بالنسبة له إنه ياخد قرشين ويخلع. تصدق وتأمن بالله يا حاج، الواد ده ممكن يقتنع. تفتكر كده يا منتصر؟ يا حاج عيب، يا حاج عيب، انا بفهم في البني ادمين كويس قوي. اذا كان هو اللي جالك بنفسه وجاب لك الواد لغايه عندك. يا ريت يا منتصر، يا ريت. ان شاء الله ان شاء الله يا حاج، بس انت حاول. المهم بقى خلينا في شغلنا. البضاعه بتاعتنا وصلت لمين يا حاج؟ والمخلص بتاعنا بيخلص فيها دلوقتي. سعادتك بقى عملت لنا ايه؟ جبت لنا من نوال اسماء العملاء بتوع الحاجه؟ انا عندي النهارده ميعاد معاها، هتجيب لي الاسماء والاسعار اللي بيبيعوا بيها. لا، انا مش هغير اسم ابني. مش كلام ده يا حبيبتي، برضه الراجل من حقه يسمي ابنه الاسم اللي يعجبه. طب انت بذمتك يرضيك اسميه ابو اليسر؟ وماله باليسر، والله حلو. وبعدين على اسم جده. وانا مالي انا ومال جده؟ وانا بقول لك جده بتاع الاتحاد، جده وابو ابوه. وبعدين خدي بالك لما حضانتك تخلص الواد ابوه هياخده، وان شاء الله يسميه ميسي، محدش هيعرف يقول له حاجه. ومين قالك ان ابوه هياخده؟ العيال دي انا تعبت فيها وحملت فيها وهتفضل معايا لحد اخر يوم في حياتي. ايه ده، هو الكلام ده على الزقرود اللي جاي كمان؟ ايوه على الزقرود الصغير. انا بقى مبدئي في حياتي ان العيل دايما بيبقى تبع امه مش تبع ابوه. لا طب وفريد انا وانت يعني بومبا. ايه الكلام مش عاجبك يا فريد ولا ايه؟ يخص عليك يا زوزة، مش عاجبني ازاي؟ اي حاجه تقوليها انا موافق عليها. وبعدين يا حبيبتي، وانا اصلا هبعد عنك عشان الواد يبعد عني. يعني انت قاعد معايا عشان الواد ابنك؟ هو انت عايز تمسك عليا غلطه وخلاص وانا قلت كده؟ يا حبيبتي انا قصدي ان انا ما اقدرش ابعد عنك. الحاجه الوحيده اللي ممكن تفرق بينا هي الموت، بعد الشر عليكي طبعا. اهو كده بقى كلامك بقى مظبوط. اتفضلوا يا حضرات. يا حجاج مين دول؟ دول التجار اللي هيشتروا اليميش. الله، دول بس؟ احنا مش كنا مكلمين 18 تاجر من اللي كانوا بيتعاملوا مع شركه زهره؟ ما هو الحاج طلب ان احنا نقسمهم على 3 مجموعات علشان يعرف يتكلم معاهم. وبالمناسبه سأل عليك. ماشي، خلي حد يعمل لي قهوه، هاتوها لي جوه. انا هبعت لكم فرغالي وهو يشوف طلباتكم. فرغالي؟ خلاص بقيت بيه؟ ده انت كنت لغايه امبارح بجيب شوكولاته للواد الصغير. انا طول عمري ما بحبش الاستغلال ولا الاحتكار. يعني لما يبقى عندي صنف انا وكيله ومش عندي غيري، بعتبرها لقمه نتقسمها مع التجار اللي في السوق. واحب كمان ان المكسب اللي اكسبه هو نفس المكسب اللي يكسبه التاجر اللي اشتغل معايا. الحقيقه يا حاج ان سمعتك زي البلند، والناس كلها بتحكي وبتضحك عنك. الحاج عدم المؤاخذه لما بينزل صنف جديد في السوق يسأل ويستفسر الاول عن سعره عشان يخفض في السعر والكل يستفيد. انا ما بحبش اضارب حد ولا اذي حد، بس في نفس الوقت انا عارف ظروف الناس طالع عينهم الاسعار وجشع التجار. المهم يا حاج، انت ازاي هتتعامل معانا في الاسعار؟ الست زهره كانت متعاونه معانا في السعر وفي طريقه الدفع كمان. وانا يا سيدي هديكوا البضاعه اللي بتاخدوها من الست زهره وبسعر اقل 20%، والدفع كمان على 5 دفعات. الله يا حاج الله، كنت فين من زمان؟ احنا كنا محتاجين واحد مستورد زي حضرتك. بس ما تاخذنيش يا حاج، يعني احنا كده هنكسب ايه؟ انا ما يهمنيش المكسب يا منتصر، انا عايز بضاعتي توصل لكل الناس وتوصل للفقير قبل الغني. يا ترى يا حاج البضاعه حاضره؟ حاضره يا سيدي، واللي عايز منكم يشيل يشيل ومن غير ما يدفع عربون.
مع الف سلامه. الف سلامه يا باشا. سلام يا استاذ حجاج. الف سلامه، مع السلامه يا فندم، الف سلامه، انست وشرفت. الف سلامه يا مع عماد. السلامه. السلام عليكم. عليكم السلام. ايه اللي انت عملته ده يا حاج؟ ما دي اسعار نشتغل بيها. انا عارف بعمل ايه يا منتصر. لا يا حاج اسمح لي، ده خراب بيوت ده. يعني عشان تضرب قصدي مدام قصدي الحاجه زهره، عشان تضربها يعني نقوم نخسر ملايين يا حاج. اسمح لي بقى، الشغل ده مش شغلك. ما انا قلت لك انا عارف بعمل ايه يا منتصر، ومع ذلك ان شاء الله هتتعوض. ازاي بس يا حاج؟ تتعوض ازاي؟ تخفض 20%؟ طب قول 5% يا حاج، برضه التجار كانوا هيسيبوها ويجوا لك انت. طب ده انت يا حاج لو كنت خفضت في الاسعار 1% برضه التجار كانوا هيبقوا في صفنا، انما 20% ده كتير قوي يا حاج. مفيش فايده، هتفضل طول عمرك غشيم. 1% ايه و5% ايه؟ دي هي لو باعت باقل 10% برضه كسبانه، انما لما تبيع باقل 20% تخسر، وهو ده المطلوب. بس تفتكر يا حاج انها هتبيع بالخساره؟ خلاص خليها بقى تقعد تتفرج على بضاعه دافعه فيها 50 مليون جنيه. انت مش قلت لي هتجيبها على ملا وشها؟ انا بقى هجيبها زحفه على ركبها. بس اسمح لي يا حاج بقى، يعني ده مش شغل، الحكايه كده بقت غرام وانتقام. اسم الله عليك، او انت كده جبت التايهه. الايس كريم جه. اتفضلي يا ست هند، اما نشوف الايس كريم اللي دوشتينا بيه على الله يطلع مقلب. دلوقتي تدوقي وتعرفي، ده احسن مكان بيعمل ايس كريم. انتوا كنتوا تاكلوا بوزه طيبه، تاكلوها عنا بالشام سوق الحمدين. البوزه دي الجيلاتي في سوريا. لا اذا كان كده بقى بابا ياخدنا كلنا سوريا نجيب ايس كريم ونيجي على طول. لا والله يا ريت. انت بتقولي فيها والله الحاج يعملها، ما انت عارفه لما خصوصا بناته محتاجين حاجه ولا نفسهم في حاجه. ايه والله يا فهيمي، انا جاي على بالي اسافر على الشام مشان يا حليمه ماما ماما. في ايه يا بنتي؟ ايه اللي حصل؟ فين الست حليمه والست فهيمه؟ فوق يا حاج في اوضتها. هو الدكتور قال ايه؟ قال ما عندهاش حاجه. امال وقعت ليه واغمى عليها ليه؟ مش فاهمه. مالك يا حليم؟ مالك يا حبيبتي ما بتكلميش ليه؟ لا حول ولا قوه الا بالله. طب يلا يا بنات، يلا سيبوها شويه. ايه وانا كمان يا حاج؟ يلا كلكم بره يلا. هخرج انا كمان؟ يعني عليك يا حليمه، يعني عليك يا حبيبتي يا بنت. على الحال ده من ساعه ما جت ما نطقتش ولا كلمه. معلش سيبيني معاها، يمكن مش عايزه تتكلم قدام حد. يلا 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 يا امشي. بنات. ايه يا حليمه مالك؟ مالك يا حليمه ما بتتكلميش ليه؟ ما راح تصدقني يا حجي. لا هصدقك. مالك؟ انطقي، في ايه؟ انا انت ايه مالك؟ اتكلمي. انا شفت شفتي ايه؟ شفتي عزرائيل؟ ما راح تصدقني يا حجي. لا يا ست هصدقك، بس قولي. شفت اخي ماجد. نعم يا اختي. شفت اخوك ماجد؟ شفتيه فين بقى ان شاء الله؟ في الاخره؟ لا يا حجي، شفته بالمحل اللي كنا نحن قاعدين فيه. انت بتخرفي تقولي ايه يا حليم؟ والله العظيم يا حجي انا شفته بعيوني، ماني عم خرب. فاتوا معه وحده. يا حلاوه، ده عفريت بتاع نسوان بقى. لا مو عفريت يا حجي، هذا اخي ماجد. يا حليمه قولي كلام غير ده، اخوك ماجد مات وشبع موت. والله العظيم يا حجي اخي ماجد. يا سبحان الله، انت يا وليه عايزه تلحسي مخي. بقول لك ايه، انتوا مشيتوا في الشمس قبل ما تدخلوا المحل ده؟ ليش يا حجي؟ تكون يعني الشمس لطشت مخك، خدت ضربة شمس والعياذ بالله. لا لا ابدا، نحن نزلنا من السيارة على المحل مباشرة. انت فطرت ايه النهارده يا حليمة؟ ولا اقول لك، انت اكيد ما نمتيش كويس، طول الليل كنت بتحلمي باخوك ماجد. صدقني يا حجي شفته بعيوني هدون. اللهم طولك يا روح، اللهم طولك يا روح. بقول لك يا حليمة، انت بدك دلوقتي تاخدي حباية مهدئة وتنامي كويس. لما تفيقي من النوم هتعرفي انك كنت بتهلوسي، بتقولي كلام مش معقول. واوعي اوعي حسك عينك تقولي الكلام ده قدام العيال ولا قدام ضرتك فهيمة،
ساعتها هيعملوكي مسخرتهم. لك انت ليش ما عم تصدقني؟ استنى يا فهيمه، يلا انت كمان اتجنني عشان احدفكوا على صلاة المجانين. يا حليمه مالها يا حاج؟ وحقيقي الكلام اللي بتقوله ده؟ انت ودنك حدفت لجوه وسمعت اللي قالته؟ اه اهو ده اللي انا كنت خايف منه. ما هو اصل يا حاج ما دام ما ماتش موتة ربنا لازم يبقى له اللهم احفظنا عفريت. يا سلام. عفريت ياكل جيلاتي ويمشي مع النسوان، ناقص كمان يسوق طياره. عليا النعمه انا متجوز حرمتين خلل. ياه، امال تفسر بايه اللي حصل ده يا حاج؟ هتجننيني؟ انت مش كنت معاها؟ اشمعنى انت ما شفتهوش؟ اصل الحاجات دي ربنا يجعل كلامنا خفيف عليها، ما بتظهرش غير لاهاليها. وبعدين انا اتلهيت على عينيا لما لقيتها اغمى عليها. انا هلاقيها منين ولا منين؟ اللي ناقص كمان تقولوا لي اعمل لكم زار. جاتكوا البلاوي، مش واخد منكم غير وجع الدماغ. قولي لي يا حليمه، انت صحيح شفتي اللهم احفظنا عفريت اخوكي ماجد؟ لك عفريت شو انت الثانية؟ هذا اخي ماجد، شلون بده يكون في له عفريت؟ اخي عايش. يا رب، يا ريت يا ريت يا ريت الكلام ده يكون حقيقي ويكون اخوكي عايش. ايه رايك نقول الكلام ده لمقصوفة الرقبه زهره؟ يا تقبريني، وليش بدك اياها تعرف؟ ما انت عارفه انها كانت بتحب اخوكي ماجد قد ايه. لو عرفت ان هو لسه عايش وما ماتش عمرها ما هتفكر ترجع للحاج. يغزل عيش وكانت تحبه. إيه لو بتحبه ما كانت اتجوزت بعد شهرين من بعد ما مات. خير يا ست الكل، أموري انت مش ملاحظ حاجه غريبه يا فوزي؟ حاجة زي إيه؟ البضاعه بتاعت اليميش اللي عندنا بقالها كتير قوي مريحه في المخازن. أنا مش فاهم إيه التريحة اللي إحنا فيها دي. ايه اللي بيحصل يا فوزي؟ العملاء بتوعنا راحوا فين؟ والغريبة إن في بضاعة مغرقة السوق كله. انا حاسه ان في حد بيضربني في السوق. لا يا شيخة، ده تلاقي البضاعة اللي في السوق دي أي كلام. مش ده المهم دلوقتي. انا العملاء كانوا بيتصلوا بيا في الوقت اللي زي دوت يتفقوا معايا على البضاعه، ويمكن قبلها كمان بشويه. ده إحنا ما كناش بنلاحق على التليفونات نشوف طلباتهم. انا قلقانه قوي يا فوزي. تقلقيش نفسك، اديني بس فرصة وأنا أجيب لك قرار الموضوع ده. على خيرة الله. انسوا شرفتوا الرجاله. شكرين يا حاج. بكره ان شاء الله كل واحد هيلاقي طلبيته عنده. شكرين يا حاج. اتفضل اتفضل يا بهوات. وصل لهم منتصر. اتفضل مع ألف سلامة. سلام يا متر. اتفضل مع ألف سلامة. اتفضل اتفضل مع ألف سلامة يا سيدي، مع ألف سلامة. يا حاج، يا حاج مش معقول. هنلبي الطلبيات دي كلها منين يا حاج؟ الخير كتير والحمد لله. ما هو خلاص يا حاج، خلاص كبرنا، واللي فاضل دلوقتي من الشحنة ما يقضيش طلبية واحدة. ايه ده؟ تتكلم جد؟ امال انت فاكر ايه يا حاج؟ ازاي يا راجل؟ ده احنا جايبين بضاعة بيجي 50 مليون جنيه. ايوه يا حاج، ما هو انت بسم الله ما شاء الله عليك دلوقتي راكب السوق. والبضاعة بتاع الست زهرة ما تاخذنيش يا حاج، بقت عاملة زي البنات البايرة. طب ابعت بقى هات لنا طلبية تانية قد اللي جبناها قبل كده مرتين. وهنبيع بنفس الاسعار يا حاج؟ ونزل السعر كمان 5%. ليه يا حاج؟ حرام عليك. الله، انت كده تفلس. مين اللي هيفلس يا واد؟ معاش اللي يقول كده على فرج ابو اليسر. ايوه يا حاج، ما احنا دلوقتي بنخسر. نخسر اكتر ليه؟ احنا دخلنا الحرب يا غشيم، لازم نفضل وراها لغايه لما نكتسحها ونجيبها ورا وتسلم وترفع الرايه البيضه. عايزين نخلص بقى وليها هي وابن ابو اليسر في حضني. يا حبيبتي اهدي، مش كده، ان شاء الله ربنا هيفرجها. انا مش فاهمه في ايه يا نوال. اشمعنى يعني السنه دي؟ انا كده هيتخرب بيتي. ده انا شاريه بضاعه ب 50 مليون جنيه، ما بعتش منها حاجه دلوقتي غير ب 4 مليون بس. دلوقتي يجي فوزي ونعرف منه ايه اللي حصل. يا فوزي عرفت حاجه؟ عرفت يا زهر، عرفت كل حاجة. طب ما تقول لنا. طب يا جماعة خد نفسي وبعدين اقول لكم. نفسك ايه؟ انا في مصيبه اتكلم.
احنا فعلا في مصيبه يا زهره، ومصيبه كبيره قوي. طب ما تتكلم وتقول ايه اللي حصل؟ عرفت من ورا المصيبه ديت؟ الحاج فرج. فرج؟ امال فرج وتجاره اليميش بتاعتي؟ دخل حرب معاك يا زهره وبيضرب تحت الحزام. يعني البضاعه في السوق دي كلها بتاعت فرج؟ ايوه، يا ريت على البضاعه وبس، ده التجار مش ناويين يتعاملوا مع حد في السوق غيره، ده ناقص يعملوا له اغاني كمان ويوزعوها في السوق. ليه يعني كل ده؟ هو بقاله قد ايه بيشتغل في تجاره اليميش؟ جايب بضاعه يعني احسن من البضاعه بتاعتنا؟ مش حكايه احسن ولا اوحش، هي نفس البضاعه وبنفس المواصفات، بس مش هو ده السبب. ما تتكلم بقى، انت هتنقطني بالكلام كمان ولا ايه؟ يا ستي عايز يضرب لنا الاسعار، بيبيع باسعار اقل من اسعارنا. قد ايه يعني؟ 25%. نهار اسود، 25%؟ ده بيرمي الفلوس في الارض. مش بقولك ناوي على حرب معاك يا زهره، وحرب ايه؟ ما فيهاش يوم مرحمين. قعد مع التجار وغرق السوق كمان، يبيع اقل مني 25%. يا فرج، انت ناوي على خراب بيتي بقى. وخراب مستعجل. وعشان ايه كل ده؟ ما ده جزاتي برضه، انا بعت له الواد ابنه عشان يشوفه. الحاج فرج مش من النوع اللي تديله لقمه ويرضى بيها يا زهره. الحاج فرج عايز يشيل الجمل بما حمل. تقصد ايه يا فوزي؟ يعني عايز ياخد الولد يا زهر. ويا ريت على الواد وبس، ده عايز الواد وام الواد. انت قابلته؟ قابلته بعد ما خرج من السجن وقال لي الكلام ده. وبعدين يا زهر هتعملي ايه؟ ده ابتدى يعلن الحرب بجد. يا بنتي يعلن الحرب ايه؟ هو لسه يعلن؟ ده دخل الحرب معانا وكسب اول جوله في المعركه. بس الحرب بقى لسه ما انتهتش، واذا كان هو الحاج فرج ابو اليسر فانا كمان الحاجه زهر. حرب ايه بس يا حبيبتي؟ ما تهوليش الموضوع. ما هقولوش ازاي بس يا فريد؟ انا عندي بضاعه ملايين، انا كده بتخرب بيتي. يا حبيبتي انت بضاعتك حاجه تانية. ما تنسيش ان الحاج فرج ده راجل راسمالي، يعني هو بيبيع البضاعه بسعر اقل، لان هي كمان اقل في الجوده، وبيشتريها طبقه معينه من الناس ما تقدرش على ثمن البضاعه بتاعتك انت. طب ايه رايك بقى ان انا جبت نفس البضاعه بتاعته ولقيتها بنفس الجوده بتاعت البضاعه بتاعتي، بس بيبيعها بسعر اقل؟ ده كأنه واحد بينتحر من دور عالي قوي وعايز ينزل فوق واحد ويفطسه. بقول لك ايه، ما تنسي بقى التجاره والكلام الفارغ ده، وركزي في المشاريع بتاعت الحمزاوي بيه. انا مركزه في كل مشاريعي، لكن فرج ده ما اقدرش اسيبه، انا كده اسمي اتهز في السوق يا فريد. ايوه بس احنا عايزين نهدي اللعب شويه مع الحاج فرج، احنا مش قده. انت يا حبيبي مش قده، انا قده بقى وقد 20 زيه كمان. وانا قد 50 زيه، بس ما تنسيش ان هو ماسكنا من ايدينا اللي بتوجعنا. ماسكك انت من ايدك اللي بتوجعك، لكن انا ما فيش حد في الدنيا يقدر يمسكني من ايديا اللي بتوجعني. انا بقى اللي هلوي له دراعه وهخليه يقول اي كمان. ما قلتليش هنعمل ايه؟ اما انا عندي حته فكره جهنميه. فكره ايه دي؟ لا صح معايا، احنا عندنا شغل كتير. اقف يا محمد. مش فرج عايز بقى يلعب معايا؟ انا هوريله اللعب اللي على اصله. وده هنلعب معاه ازاي؟ هشتري كل البضاعه اللي عنده بكل الكميه. انت فاكره ان ده راجل هبل هيبيع لنا بضاعته كده بسهوله يا زهره؟ وانت فاكرني ست هبله هروح انا اشتري منه البضاعه؟ لا طبعا، انا هصدر له ناس تانية خالص واشتري منه كل البضاعه بكل الكميه، وفي نفس الوقت هبيع البضاعه بتاعتي برخص التراب، ابين له ان انا خلاص فرفرت في السوق، وبعد ما اخد البضاعه كلها هبيع بضاعتي على بضاعته وباعلى سعر كمان. اهلا اهلا يا باشمهندس. اهلا بيك يا حاج. اتفضل استريح. شكرا قوي. حجاج، عايزين قهوه مظبوط قوي للباشمهندس، وما تخليش جنس مخلوق يخش علينا. يا مرحب يا مرحب. يا مرحب بيك، الله يحفظك. خير يا حاج؟ ايه الموضوع اللي انت كنت عايزني فيه؟ مش لما تاخد نفسك الاول وتشرب القهوه؟ ازاي الحاج؟ ما شفنالاش يعني بضاعه السنه دي في السوق. البركه فيك يا حاج. السوق ملوش كبير يا باشمهندس. ايوه بس له اصول، والضرب تحت الحزام ما يصحش برضه. انا ما جيتش ناحيتها، انا كان عندي شويه بضاعه ما لهمش لازمه نزلتهم في المزاد. المزاد ده يتعمل في السر يا حجوج. انا جبت التجار هنا وجمعتهم وقلت لهم اصطفلوا مع بعض وخلصوني من البضاعه دي. ادخل. متشكرين. اتفضل. بس برضه ما كانش ده العشم يا حاج، ده مهما كان برضه زهره ام ابنك. كويس انك انت فتحت الموضوع بنفسك. موضوع ايه يا حاج؟ مش انت بتقول ان زهره
ابني، انا كمان بقول لك يا باش مهندس ان زهره تبقى مراتي. انت تقصد كانت مراتك يا حاج؟ انا ما طلقتهاش يا باش مهندس. ايوه بس المحكمه حكمت بالطلاق، وبناء عليه ماجد اتجوزها. بعد كده ماجد الله يرحمه مات وطلعت له شهاده وفاه، وبناء على الشهاده دي انا اتجوزتها. بس انا معايا حكم استئناف ببطلان الطلاق. يعني ماجد الله يرحمه لو كان عايش يبقى جوازه منها باطل، وكذلك يا باش مهندس جوازك انت منها باطل. انا بقول نسيب الموضوع ده للمحكمه تحسمه يا حاج. طب ما بلاش شغل المحاكم ونتراضى احسن. نتراضى ازاي يعني؟ مش فاهم. يعني انا كل اللي عايزه مراتي وابني. طب مش عايزني انا كمان يا حاج؟ يا حاج دي حامل مني. انا يا سيدي مستعد استنى لغايه الست ما تولد وتكتب ابنك باسمك وتاخد اللي فيه النصيب وتخلع. اخلع؟ ما انت كده ولا كده مخلوع، مخلوع شرعا وقانونا. فبدل ما تطلع من المولد بلا حمص، انا يا عم هخليك تكبش شويه حمص. تحب تاخد قد ايه؟ لا يا حاج، يفتح الله. هتخسر الجلد والسقط. طب سيبنا افكر يا حاج. يلزمك قد ايه عشان تفكر؟ انت مش بتقول لما زهره تولد؟ يعني لسه بدري على الكلام ده. تحب اكتب لك شيك ب5 مليون؟ ايه؟ لا لا يا حاج، لما تولد زهره. ماشي ماشي يا باشمهندس، فكر براحتك زي ما انت عاوز، بس خد بالك هتخسر الجلد والسقط. وأعرض عليك كام يا فريد؟ 10 مليون جنيه. ياه، والله مبلغ مش بطال. أنا لو منك أوافق. يا سلام، انا ابيعك ب 10 مليون جنيه. أمال تبيعني بكام؟ ب 15. ولا بفلوس الدنيا كلها يا حبيبي. فلوس الدنيا كلها ما تساويش ضافر من ضوافرك. يا امو، احنا هنسمي الواد ده ايه صحيح؟ الكلام ده من قلبك؟ امال يعني ايه اللي خلاني ارفض ملايين الحاج فرج تفتكر؟ رفضتها عشان مغفل. اهلا يا زهره هاني. اهلا يا حمزه بيه. اتفضلي. شكرا. ايه امال فريد ما جاش معاكي يعني؟ لا فريد في الشغل. انا عايزه اتكلم معاك بخصوص حاجه تخصني لوحدي. قوي قوي، اتفضلي. انا للاسف يا حمزه بيه بتحارب في السوق محاربه جامده قوي. تتحاربي؟ مين ده اللي بيحاربك وانا موجود؟ فرج ابو اليسر. هو مصر يرجعك لعصمته؟ ده انت عارف الموضوع كله بقى. احنا مفيش حاجه تستخبى عننا خالص يا مدام زهره، احنا نعرف دبه النمله، ما بالك بقى بالناس المعروفه. طب انا عايزاك تفرمله عني شويه. للاسف الموضوع خرج من ايدينا وفرج بقى تحت حمايتنا. هو في الاول زرجن شويه لكن منتصر قدر يظبطه. منتصر قدر يظبطه؟ هو منتصر بيشتغل معاكم؟ ها، منتصر ده من رجالتنا من زمان. يعني ما فيش فايده في اللي بيعمله معايا فرج؟ احنا ان شاء الله هنتدخل ونحل الموضوع. انت ما تعرفش فرج، انسان عنيد ودماغه ناشفه، عايز ياخدني انا والولد باي شكل، عشان كده بيضربني في السوق. للاسف يا زهره هانم المشاكل دي بتحصل كتير بين التجار، واحنا ما نقدرش نمنع الحاج فرج، وطالما انت قادره انك تواجهيه يبقى مفيش مشاكل. انا مش عايزاك تاذيه في شغله، انا قادره كويس قوي اخد حقي منه باذن الله. انا مش هخلي واحد زي ده يهز اسمي بكل سهوله في السوق. امال طلباتك ايه يا زهره هانم؟ عايزه ارصد ودني، عايزاه لما ياخد حكم المحكمه ما يعرفش يردني ولا حتى ياخد الواد مني. للاسف الراجل ده غاوي مشاكل ولسانه طويل واحنا مش ناقصين. طلباتك يا حمزاوي بيها، انا تحت امرك.